الشعب يريد اسقاط النظام. وبعدين يا حسن؟ وبعدين استاذ معتمد، سياده المستشار، لو سمحت تعالوا عندكم. استنى على شيء، وقف كل حاجه، اوعى تكتب حرف واحد. هو في ايه؟ ما عنديش بنات للجواز. يلا تعالوا كلكم، تعالوا كلكم، يلا يا ريم، تعال. وبعدين يا حسن؟ ده مقص عم الحاج. يلا يا عم انت هتبص له. ماشي. تعالي يا ماما. في ايه يا بابا؟ ممكن تقولي له بس جوزي ليه حسن؟ انا مش فاهم حاجه. بيقول لك الشعب يريد اسقاط النظام. ايوه يعني ايه؟ يعني ممكن يجي نظام محترم بيفهم يغير البيبي السياسي والاجتماعي اللي احنا عايشين فيه. ساعتها المعتمد ده هيبقى اهم واحد في المجتمع. ازاي؟ ما هو لو جه نظام حكم محترم هيرجع الجهات السياديه وغلول مؤسسه العداله وكل اصحاب الفلوس، كل الكلام ده ورا، وهيقدم معتمد واللي زيه لاول الصفوف. يبقى اهل العلم والتفكير هيبقوا اهم ناس. تفتكر يا بابا مصر ممكن تبقى كده؟ لو بيفهموا، لو فيهم حد بيتقي الله هياخد البلد دي في طريق العلم. يا جماعه خلصونا، هنكتب كتاب مين في الاكاديميه دول بالظبط؟ باشا، مستشار، عالم. طب وهنعمل ايه دلوقتي يا حسن؟ مفيش جواز لحد المرحلة الانتقالية ما تخلص ونرجع لبر ونعرف هل مصر هتحب نفسها وهتمشي في طريق العلم ولا هنفضل معفنين زي ما